كنت قاعدة أنا وإخواتي بنفرش ونجهز الشقة عشان أختنا الصغيرة هتتجوز قريب، وكنا مبسوطين قوي. وإحنا بنوضب دخلت أوضة النوم وكنت بعين المفروشات في الدولاب، وفجأة لقيت صورة لينا إحنا التلاتة وإحنا صغيرين. بصيت لها كويس وافتكرت ذكرياتي مع إخواتي، افتكرت الماضي واللي أنا كنت بعمله مع أختي الصغيرة بسملة اللي هتتجوز. وكنت زعلانة قوي لإني عملت فيها حاجات كتير وحشة. رُحت لبسملة بسرعة وقُلت لها: "بسملة أنتِ أكيد مسامحاني على كل اللي فات وكل اللي أنا عملته فيكِ زمان، صح؟" قالت لي: "طبعًا يا إنجي، أنتِ وأماني إخواتي وباحبكم أوي وما ليش غيركم في الدنيا." صعبت عليّا أوي وأخدتها في حضني وزعلت من نفسي أوي على اللي كنت باعمله فيها زمان، وسِبتها ودخلت الأوضة وقعدت لوحدي شوية وقعدت أفتكر في الماضي. أنا إنجي والنهارده جاية أحكي لكم حكايتي. أنا كنت البنت الصغيرة دلوعة ماما وبابا. أبويا بيشتغل تاجر، اتجوز أمي وخلف منها أماني أختي الكبيرة، وأنا البنت الصغيرة اللي كانوا مدلعينها. كنت متعلقة ببابا جدا، وكان هو بيعمل كل جهده عشان يفرحني رغم إن الحال كان على قده. بس أنا كنت مبسوطة قوي باهتمامه بيا. كنا أسرة مترابطة وسعيدة، وكنت بحس بينهم بالأمان والاستقرار. وكانت أختي الكبيرة هي صاحبتي. عدت الأيام وكبرت وبقى عندي حوالي 15 سنة، وفي الفترة دي اتصدمت بالواقع صدمة عمري. عمري ما كنت أتخيل إن ده يحصل، وده لما عرفت إن أبويا اتجوز على أمي. ما كنتش مصدقة أبدا ولا متوقعة إن ده ممكن يحصل في يوم من الأيام، لأن ما كانش فيه أي مقدمات لكده. ماما وبابا كانوا دايما متفاهمين ومتفقين جدا، مفيش ما بينهم أي مشاكل، وعمري ما شفتهم بيتخانقوا مع بعض. وطول عمري أخدة عنهم فكرة إنهم مثاليين وإنهم بيحبوا بعض جدا. إزاي بابا مرة واحدة كده يتجوز على ماما؟ عيطت كتير ورحت لأختي الكبيرة أماني وقلت لها أنا مش مصدقة اللي حصل. قعدت تعيط وقالت لي: أنا أصلا رحت أتكلم مع بابا، قال لي دي حاجة عادية وناس كتير كده، وبكرة تتعودوا على الوضع ده، وكمان هيجيلكم إخوات وهتحبيهم ومش هتحسوا بأي حاجة اتغيرت. بس أنا مش مصدقاه وحاسة إن أنا قلقانة جدا وخايفة. قعدنا نعيط وقلت لها أنا كمان مش مصدقة إن بابا هيبقى معاه ست تانية زيها زي ماما، وهيبقى عنده عيال تانيين يحبهم أكتر مننا. فضلنا فترة زعلانين ومش عارفين نعمل إيه. ولما لقيت ماما ساكتة بقى عندي فضول أعرف هي ساكتة ليه، وليه قبلت على نفسها حاجة زي كده، وإزاي مش متضايقة وبتتخانق. فرحت لماما وقلت لها: ماما، هو حق بابا اتجوز عليكي خلاص؟ قالت لي: أيوة يا بنتي، ودي مواضيع ناس كبيرة ما تتدخليش فيها انتي واختك عشان عيب. بابا هو بابا، مفيش حاجة هتتغير. ما قدرتش أحدد موقف ماما من جواز بابا، لأني مش عارفة هي زعلت ولا هي متقبلة الفكرة ولا إيه بالظبط. فسكت وعدى الوقت. عدت الأيام، وبعد ما كان بابا عايش معانا بقى بيجيلنا في الأسبوع 4 أيام، وباقي الأسبوع بيكون في بيته التاني. وطبعًا دلعه ليّا واهتمامه بيّا قَل، ودي حاجة كانت مأثّرة في نفسيتي أوي. لحد ما في يوم كنا في العيد، فبابا خدنا أنا وأختي نروح نعيّد على مراته، وعشان نتعرّف عليها أكتر. ولمّا رُحنا هناك استقبلتنا أحسن استقبال، وللأمانة كانت سِت طيبة أوي. بس أنا ما كنتش طايقاها خالص، لإني كنت شايفة إنها خدت بابا مننا. قعدت تتكلم مع أختي في الدراسة لحد ما خدت بالها إني قاعدة متضايقة أوي، فقالت لي: بابا بيحكي لي عنِّك كتير أوي يا إنجي، وبيقول لي إنِّك آخر العنقود وحبيبة قلبه اللي مدلّعها. قُلت لها: آه طبعًا، إحنا عيلته وما لناش غيره، ما تتصوريش أنا وبابا قريبين من بعض قد إيه. وساعتها اتصدمت لمّا بابا رَد عليّا وقال: وإن شاء الله قريب هييجي لكم أخ أو أخت هتحبوه أوي وهتفرحوا بيه، لإن منار حامل، وإن شاء الله الطفل اللي جاي هيكمّل عيلتنا. ساعتها اتصدمت من كلامه واتضايقت أوي،
ما كنتش قادرة أصدّق إن هيكون لي إخوات منها، لإني كنت حاطة في دماغي إن بابا هيتجوزها شوية وممكن يطلّقها، أو هيكون على الأقل مش عايز يخلّف، لإنه ما بقاش صغير. بس الغريبة إني حسّيت إنه فرحان. يومها فضلت متضايقة لحد ما رجعت البيت، وساعتها دخلت أوضتي وانفجرت في العياط، وماما دخلت قالت لي: "مالِك يا بنتي، في إيه؟" حكيت لها كل اللي حصل. قالت لي: "بُصّي يا حبيبتي، ده نصيب، وعُمر أبوكِ ما هيفضّل عليكِ إخواتِك، باباكِ طيب وبيحبِّك." قُلت لها: "هو أنتِ ليه يا ماما ما بتقوليش لبابا إنه يطلّقها؟" قالت لي: "دي مواضيع ناس كبيرة، أنتِ ما لكيش دعوة بيها، المهم إن إخواتِك ما لهمش أي ذنب، حُطّي في دماغِك كده، لو مش حابة مرات باباكِ أنتِ حُرّة، بس أختِك أو أخوكِ اللي جايين حبّيهم لإنّهم إخواتِك، زي أماني بالضبط." ما اقتنعتش بكلامها طبعًا، بس سكت. عدّى الوقت ومرات بابا ولدت بسملة، ما كنتش طايقاها خالص ولا طايقة حد يجيب لي سيرتها، وقررت إن أنتقم منها، واستنيت يوم السبوع عشان أبتدي أنفذ خطتي. ولمّا رُحت وشِلت بسملة على إيدي، حسيت بيها أوي وحبيتها، ولقيتها بنت جميلة أوي، بس في نفس الوقت اتغصت منها، لإن كل الناس كانوا بيتكلموا عن جمالها وشعرها الأصفر وعينيها الملونة، واللي غاظني أكتر فرحة بابا واللمعة اللي كانت في عينه. كان مبسوط أوي وهو شايلها، واتحرق دمي لمّا قال: "دي هدية ربنا بعتها لي على كبر، هي دي اللي هتسندني لمّا إخواتها يتجوزوا." وكانت الدنيا مش سايعاه من الفرحة. حتى ماما كانت معانا في السبوع وسلِّمت على مرات بابا وباركت لها، ولا أكنها متجوزة جوزها. كانت حارقة دمي أوي بتصرفاتها. كنت شايفة أمي سلبية جدًا ومش هاممها، رغم إنها مش بتحكي لي على حاجة خالص، وعمرها ما قالت لي هي ليه ساكتة على كل ده. ومهما قالت، أنا بالنسبة لي ما فيش مُبرر إن واحدة تسيب جوزها يتجوز عليها كده عادي وتبقى بالثبات الانفعالي ده. المهم، عملت نفسي فرحانة أوي، وعشان أنفذ خطتي بقيت أروح لهم كل كام يوم بحجة إني عايزة أشوف بسملة، لحد ما مرات بابا وثقت فيا وحست إني باحب البنت أوي، وبقت تسيبها معايا وتدخل تشوف اللي وراها. وأنا كنت كل فترة باعمل حاجة في البنت، مرة أوقعها وأقول لها غصب عني، ومرة أقرصها قرصة جامدة أوي فتعيط وتيجي مرات بابا تشيلها. بس كنت بابقى فرحانة وأنا بأذيها، لحد ما في يوم وأنا قاعدة بالبنت لقيت بابا جاي ومعاه لعب كتير أوي وقعد يلعبها، وكنت متغاظة أوي. ساعتها قُلت أنا لازم أخلص من البنت دي بأي طريقة، إزاي بابا يهتم بيها أوي كده؟ أهو بسببها بابا بطّل يهتم بيّا وبقت هي آخر العنقود. وقررت إني لمّا آجي لهم المرّة الجاية لازم أخلص منها. وفعلًا لمّا رُحت لهم تاني مرات أبويا سابتها معايا. قُمت مرّة واحدة بعد ما اتأكدت إنها دخلت المطبخ وحاولت أكتم نفسها، بس للأسف البنت صرخت جامد أوي. رجعت مرات أبويا وشالتها وقالت: "إيه ده؟ هي البنت مالها؟ هي ليه زرقِّت كده؟" شالتها بسرعة وجرت بيها على الدكتور، والدكتور لحقها وقال إن البنت حصل لها اختناق ولحقها بالعافية. وده ملخص اللي كنت باعمله في بسملة من ساعة ما اتولدت. وطبعًا لمّا كبرت شوية كنت دايمًا باغير منها وبأذيها، لإني كنت متغاظة إن بابا بيجيب لها حاجات كتير وبيهتم بيها، وكمان كنت باغير من جمالها. لحد ما كبرنا أنا وأختي واتخرّجنا من الكليات بالعافية، لإننا ما كناش مهتمين بالدراسة. وبعدها اتجوزنا واحدة ورا التانية، وهي وصلت لسِن ثانوي. وفي الفترة دي بسملة مامتها ماتت، وعشان كده بابا كان بيقعد معاها معظم الوقت في الشقة. ولمّا جات سنة الثانوية العامة، قررت إن أنا كل كام يوم آخد عيالي وأروح أقعد عندها، عشان يعملوا دوشة وما تعرفش تذاكر وما تجيبش مجموع. وكانوا العيال يفضلوا يعملوا دوشة وأضربهم ونقعد نزعق وهي قاعدة جوّه مش عارفة تذاكر. وكل كام يوم على كده لحد ما خلصت السنة وجه يوم النتيجة. وكانت المفاجأة إن بسملة جابت مجموع كبير، وبابا يومها عمل لها حفلة كبيرة أوي وكان فرحان جدًا.
وقررت بسملة إنها تدخل كلية الطب. وهنا ما قدرتش أسكت، قعدت أفكر مع نفسي إيه الحاجة اللي لو عملتها تخلي بابا ما يوافقش إنها تدخل الكلية. ما هو مستحيل إن أنا أسيبها تبقى أحسن مني أنا وأختي، مش هينفع، لازم أعمل حاجة تبوظ علاقتها ببابا وتخليه يكرهها. وقعدت أفكر كتير، قررت إن أستغل إن بابا سنه كبر وأخليه يشك في بسملة، وبدأت أنفذ خطتي. وفي مرة جيت من بره ودخلت قعدت مع بابا وهي كانت جوه في أوضتها، وقلت له: أمال مين اللي نزل من شوية من عندنا ده يا بابا؟ قال لي: مين؟ إحنا ما كانش عندنا حد أصلا. قلت له: لأ، في شاب لسه نازل من شوية. مين ده؟ ساعتها بابا غضب جدا وتوتر ونده على بسملة وقال لها: مين اللي نزل من شوية؟ قالت له: مفيش حد جه هنا أصلا. رحت قايلة بخباثة: طب خلاص، يمكن حد نازل من فوق وأنا ما خدتش بالي. وكذا مرة أعمل كده عشان أخليه يشك فيها ويشك إنها بتجيب شباب في البيت وكده، لحد ما زرعت الشك في قلبه من ناحيتها. وبعدها جبت لها عريس وأنا عارفة إنها هترفضه، لأنه فعلا ما كانش مناسب ليها، وهي فعلا رفضته عشان كانت عايزة تكمل دراستها. ساعتها قلت لبابا: بصراحة كده يا بابا، أنا شاكة إن بسملة في حياتها حد، وعشان كده رفضت العريس ده. وقعد بابا واتكلم معاها، بس مع الوقت شك فيها وبقى يضيق عليها قوي ويمنعها تنزل الكلية، وبقى يتعصب عليها ويتخانق معاها كل شوية. ساعتها قلت إن خطتي نجحت وإن هو هيمنعها إنها تروح الكلية، وساعتها مش هيبقى معاها كلية طب. لكن القدر كان أقوى مني، لأن اتقدم لها واحد كويس بعدها، وكان فعلا شاب كويس جدا، وهي وافقت عليه عشان تهرب من بابا وشكه، وكمان عشان هو هيخليها تكمل في الكلية عادي بعد الجواز. ساعتها قعدت مع نفسي وفكرت وقلت: أنا ليه بعمل كده في بسملة؟ هي بسملة دي مش أختي؟ ليه بعمل فيها كده؟ وليه بأذيها بالشكل ده؟ وندمت جدا على أي حاجة عملتها في بسملة من أول ما اتولدت. وساعتها قررت إن أقعد معاها ونصفي كل اللي بينا. خدتها وخرجنا وقعدنا في كافيه وقلت لها: بصي يا بسملة، أنا طول عمري وأنا متضايقة من ساعة ما بابا اتجوز مامتك وسابنا. من ساعتها وحاجة جوايا كبيرة اتكسرت، ولحد النهاردة وأنا كده. وقعدت أعيط. قالت لي: أنا مقدرة إحساسك، بس أنا ماليش أي ذنب، طول عمرك بتكرهيني معرفش ليه. قلت لها: عشان انت جيتي حطي الدلع كله، وكمان بابا ظروفه اتحسنت وبقى بيهتم بيكي أكتر مننا وبيجيب لك كل اللي انت بتحتاجيه. قالت لي: أنا عمري ما فكرت كده ولا كرهتك انت وأبلة أماني، بالعكس، طول الوقت كنت عايزة إن احنا نكون إخوات، خصوصا إن ماليش حد غيركم. قلت لها: وأنا النهاردة جاية أصلح كل اللي عملته، وبتمنى إنك تسامحيني على كل حاجة عملتها فيكي. قالت لي: وأنا مسامحاكي، والحمد لله اتخلصت من كل الغيرة والحقد اللي كانوا جوايا من ناحية بسملة أختي. وادينا أهو بنوضب شقتها عشان هتتجوز فيها قريب. حابة أقول لكل واحدة ليها أخوات من أم تانية، هم زيهم زيك بالظبط، ملهمش أي ذنب، عامليهم على إنهم إخواتك، بعيد عن أي مشاكل بين الأهل. وما تحاوليش تأذيهم، لأن أي حاجة هتحصل لهم هتمسك في الآخر، لأنهم إخواتك. لو عجبتكم القصة ما تنسوش تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.